فكرة النهاردة هنعملها بجيركن الكلور ده كان عندي بقاله فترة كبيرة، وكنت شايلاه عشان اعمل بيه اي فكرة كده واوريلكم النتيجة بتاعتها هتكون عاملة ازاي. هاخد الجزء اللي تحت ده، طبعا انا مش محتاجة احدده بحاجة لان هو اصلا كده كده في خط كده متحدد يعني، وهشيله بالمقص بالشكل ده. وبعد كده هساوي اي اطراف مش متساوية كده، هقوم مسويها بالمقص. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد هيقدر يعملها من غير اي تكلفة. هبدأ اساوي كده زي ما انتوا شايفين. القناة عليها افكار كمان كتيرة قوي وكلها من اعادة التدوير، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. هنا دي خيوط مكرمية، عندي الثلاث الوان دول. انا قررت ان انا اعملها بالاسود والرمادي. اول حاجة بس بلزق الطرف بتاع الخيط كده بحيث ان هو يبقى منظم معايا وما يفكش. هبدأ بقى اثبت الخيط كده بمسدس الشمع، ولو مش متاح عندي مسدس شمع ممكن استخدم الغيرة، بس هو الفكرة في مسدس الشمع انه بينجز بصراحة وبينشف بسرعة يعني. هكمل كده كذا صف من خيط المكرمية ده، وممكن لو مش متاح عندي خيط مكرمية ومتاح خيط حبل خيش او قماش حتى، مش شرط خيوط، هيعمل معايا نفس الغرض. هكمل كده بنفس الطريقة، هعمل حوالي 5 6 صفوف من اللون الاسود. كده تمام. لو في افكار او في اي مثلا عبوات عندكم محتاجين ان انتوا تعملوا لها اعادة تدوير ومش عارفين، ممكن تصوروا لي الحاجة اللي انتوا عاوزين تعملوا لها اعادة تدوير في الكومنتات، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص ليها ونستفيد بالفكرة كلنا. بعد كده هبدأ اعمل الخيط الرمادي بنفس الفكرة. هكمل كده على بعد الحبل الاسود هعمل الجزء الرمادي بقى. هثبت برضو مسدس الشمع. بالطريقة دي اول صف بس اللي بحتاج اثبته قوي بمسدس الشمع، وبعد كده الباقي ممكن الفه، يعني مش هحتاج قوي كل شوية احط شمع كده. بس كده هبدأ اشيل بقى الجزء اللي انا مش محتاجاه خلاص. هثبت اخر صف ده. كده تمام. هكمل جزء تاني بالاسود. طبعا الشمع اللي بيبقى زيادة ده بعد كده بننضفه وما بيبانش خالص. هكمل بقى الجيركن بالخيط الاسود زي ما انتوا شايفين كده، هيبقى معايا منظم جميل. شوفوا الفكرة للنهاية هتلاقي هتعجبكم قوي بإذن الله. اخر جزء ده اللي هحتاج طبعا كل شوية احط شمع لان هو طبعا مستدير كده زي ما انتوا شايفين، فلو ما عملتش كده هيفك. كمل كده بنفس الطريقة. والجزء اللي انا مش هحتاجه طبعا هشيله. كده تمام. هشيل بقى كده الجزء خلاص الاخير ده. وطبعا الطرف بنثبته كويس جدا عشان ما يفكش معانا. كده تمام. هبدأ اشيل بقى الجزء ده خلاص واثبت الطرف كويس جدا. انا بقى عندي الشريط اللي هو الجوبير ده بيتباع عند محلات الخردوات، ثبت منه صف واحد كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها من غير اي تكلفة زي ما احنا شايفين، وهيبقى معايا منظم في منتهى الشياكة.
وطبعا حجمه كبير فهيلم ادوات كتيرة جدا. انا استعملته ان انا اهو زي ما انتوا شايفين كده، شلت اي شمع الخيوط الزيادة دي بتتشال، واستعملته منظم للخيوط زي ما انتوا شايفين كده، بدل ما انا كنت حطاها في اكياس يعني. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.